السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنسجل محاضرة تورشن في Reinforced Concrete Members، اللي هو الالتواء في الأعضاء الخرسانية المسلحة، وهو من أصعب التوبكس اللي بتتكلم في الخرسانة، لأن هو مش توتالي مفهوم في الخرسانة. والخرسانة مش أحسن ماتيريال، أو الخرسانة المسلحة مش أحسن ماتيريال تقدر تقاوم بيها الالتواء. لو تقدر إن أنت تعمل الاستراكشر سيستم بتاعك بحيث ما يكونش فيه التواء او تورشن، حاول تعمل كده، لان الخرسانه بتنهار بطريقه بريتل جدا في التورشن. وساعات كتير جدا ناس من المصممين ما بياخدوش بالهم ان هم عندهم تورشن في الممبر بتاعه غير لما بيحصل كراكنج وبيحصل مشكله. اولا، ايه هو التورشن ده او ايه هو الالتواء؟ طبعا احنا درسناه في الاستراكشر. الالتواء ده ان انت حاجه زي كانك بتعصر غسيل، يعني وانت بتنشر كده، ماسك اللبس ده وبتتنيه، بتلففه بحيث ان هو يحصل له دوران حوالين المحور الطولي بتاعه. يعني المحور الطولي ده بلف حواليه. تمام. طب ايه المشكلة في التورشن ده؟ التورشن ده هو فعليا بتتحول الى الفورسز اللي موجودة، ان هو عايز يقطع المستوى ده اللي انت شايفه هنا ده، بيحاول يقطعه من اليمين والشمال، بحيث ان هو بس عن طريق حركة دورانية. فالتورشن بيتحول الى فورسز، شير فورسز على الدورانية في القطاع. طيب اكبر شير ستريس بيبقى فين؟ كلما بعدت من المركز بتاع الاليمنت، كلما عملت حركة اكبر، لان أنا بلف كل الاليمنت بيلف بسيتا واحدة. فكلما بعدت كلما حصل لي ديفورميشن اكبر. كلما قربت من السي جي او من النقطة اللي بلف فيها ما بيحصليش شير فورسز خالص، لان ما بيحصليش اي ديسبيسمنت في اي اتجاه. عشان كده الشير ستريسز كلما بعدت عن المركز كلما زادت. فالتورشن بيؤدي الى شير ستريسز عالية جدا على محيط الاليمنت. تمام. ودي المشكلة، عشان كده الكراكنج بيبدأ يحصل على البريمتر. تمام. والاجهادات الشد الكبيرة والشير الكبيرة بتيجي على البريمتر. البريمتر يعني المحيط. طيب تعال نبص عليها التخيل كده. انا بحاول الف في دي يمين وبحاول الف في دي شمال، او حتى بثبتها لو هي ركيزة. فبالنسبة لي او العكس يعني، بالنسبة لي دي بتلف. فشايف المستوى ده فيه فريكشن عالي جدا، او فيه شير فورسز عالية جدا هنا، بتؤدي الى نتيجة للدوران ده. الشير فورسز دي اكبر ديفورميشن بتيجي عند المحيط، عند البريمتر ده. اما النقطه ديت فلسه زي ما هي، نفس على نفس المحور، مفيش شير ستريسز فيها. وعشان كده بقول لك اكبر شير ستريسز او اكبر ستريسز موجوده على محيط. تعال نبص على الفيديو ده بيبين لنا يعني ايه التواء، للي مش فاهم يعني ايه التواء. بص الاليمنت سواء لو هو مثبت هنا فيكسد بيبدأ يدور. فالمستوى اللي انت شايفه ده مع الدوران حصل فيه displacement في الاتجاه ده، وده حصل فيه كده. فهو لو هو ما يقدرش، لو الاليمنت ده، لو ده خرسانة مستحيل تلف بالطريقة اللي انت شايفها دي. بمجرد ما تلف سيتا بسيطة جدا تلاقي المستوى ده حصل له كراكنج وفيل. طب الكراكنج هيبقى شكله عامل ازاي؟ تمام. وايه الاليمنتس اللي عاده بنشوف فيها التورشن؟ يعني لما الاقي اليمنت عامل ازاي اخاف من التورشن؟ اول حاجه مثلا لتسي مظله بتاعت مثلا محطه اتوبيس. تمام. تبقى طالع من الاعمده كاميرا وعليها بلاطه. بيحصل البلاطه ديت لما تقف انت برجلك هنا. خلينا نرسم هنا مثلا. لما تقف برجلك هنا، او لما يبقى في احمال سواء كفر لود او لايف لود، بيبدأ الحمل يجي هنا. فبيبقى اللود بيتحول الى الكاميرا بحمل وعزم. تمام. او اي حمل موزع موجود هنا مثلا بيؤدي ان في اكسنترستي. الاكسنترستي دي بتؤدي ان انت عندك عزم بتساوي البي في الاي. لو هو الحمل موزع بانتظام يبقى المومنت ده موزع بانتظام، التورشن ده موزع بانتظام. طب لو عندي كاميرا مثلا ثانويه كانتليفر متشال عليها مثلا كرين او متشال عليها حمل معين او هوك او وات ايفر، فبالنسبه لي الحمل ده بيتنقل بقوه وعزم. نتيجه العزم ده بيساوي الفورس في الاكسنترستي. تمام. طيب ده تورشن، بس تورشن مركز.
طب العينة نفسها يعني معرضة للتورشن ده ولا معرضة لقيمة التورشن اللي هي بتاعت الرياكشن؟ لا، التورشن ده بيتقسم إلى 242 torsion moment at the column. هنا ده جزء منها يعتمد على المسافة ديت والمسافة ديت اللي هي ال A وال B لو تفتكر، شبه الشير. كلما التورشن قرب مني كلما انا شلت اكبر تورشن، الجزء الاكبر من التورشن. يعني مثلا لو المسافه دي 9/10 دي 1/10، التورشن ده هيبقى 0.9 من الام تورشن، وهنا هياخد بس 0.1 من التورشن، وهكذا. ده هنشوف دلوقتي في الاستراكشر ازاي بنحسبه. لو عندي حاجه اسمها inverted T section، ده شايف شبه التي بس inverted. طب بنعمله inverted ليه؟ او بنسمي الحته دي ليدج، عشان لما اجي احط بريكاست يونتس يعني elements مصبوبه اصلا في الاول وبحطها عشان تبقى متحمله على البريكاست يونت ديت، بيبدا ان الحمل هنا قد يكون مش قد الحمل هنا. يعني مثلا الحمل ده اكبر من الحمل ده، تمام. طب ده يعمل ايه؟ ده يعمل ان القطاع ده يبدا يلف نتيجه ناحيه الايه الفورس الاكبر، وبالتالي يحصل عليه تورشن. نفس الكلام لو عندي برضو حمل باكسنترستي يديني مومنت. لو عندي كانتليفر طالع مثلا من كاميرا، لو كاميرا دي نسميها كاميرا مقلوبه، يحصل عليها مومنت. كل دي حالات ممكن يحصل فيها تورشن، وفي حاجات تانية كتير طبعا. طيب انا دلوقتي عندي تورشن، قد يكون التورشن ده مركز، وقد يكون التورشن ده موزع بانتظام زي الكاميرا اللي كان بتاعه مظله موقف الاتوبيس اللي قلنا عليه من شويه، او الكاميرا اللي كانت شايله الكرين او المونوريل او وات ايفر. حلو. طب دي ازاي نجيب التورشن اللي عند الركائز اللي هو اكبر تورشن؟ بنعتبر كانه بالظبط يونيفورم لود، ونجيب الشير بتاعه. الشير بتاع يونيفورم لود دبليو ال على 2 صح؟ فالشير الماكسيمم تورشن او التورشن رياكشن بتساوي ام تورشن في ال على 2، نفس الفكره بالظبط، وهيبقى التوزيع لينير. طب لو عندي تورشن حمل مركز في النص، ما هو الرياكشن هتساوي الار على 2 ال على 2. طيب وبالتالي التورشن هيبقى بيساوي ام تورشن على 2 المومنت تورشنال مومنت على 2. ده الرياكشن اللي موجود. طب لو فرضا ده موجود على مسافة A و B زي ما اتفقنا، 0.9 القريب مثلا، لو هي 0.9 و 0.1 يبقى ده 0.9 وده 0.1. زي بالظبط كأنك بتحل مسألة شير فورس، ترسم شير فورس دياجرام لمسألة فيها حمل مركز أو حمل موزع. طب لو عندي الاتنين مع بعض، بعمل حاجة اسمها سوبر امبوز، أو إن أنت بتضيف الشير ده على الشير ده وتبدأ أو التورشن ده، وتبدأ تطلع تجمعهم الاتنين على بعض. طيب شكل التشريح بيبقى عامل ازاي؟ شكل التشريح بالظبط انا شبه بالظبط لما انت بتعصر كده الغسيل بيبقى فيه لاينز كده نتيجه للتنشن. طب انا في الخرسانه بشيل كومبريشن كويس، لكن ما بشيلش تنشن كويس، وبالتالي كلما كان في تنشن، تمام، كلما كان الكراكنج عمودي على التنشن ده زي ما اتفقنا قبل كده، لان الخرسانه ما بتشيلش تنشن كويس. فلو انا عندي تنشن في الاتجاه ده هتلاقي الكراك هيظهر في الاتجاه ده، التنشن في الاتجاه ده هتلاقي الشرخ من الناحية التانية في الاتجاه ده. فهتلاقي ان انت شبه بالظبط المسمار الالاوس، يبدأ الكراك يلف مع التورشن، وايه في اتجاه ايه؟ ما هو التنشن عمودي على الكراك. طب انا ازاي اقاوم الكراك ده؟ تمام. اي كراك بيحصل في الخرسانة عشان ما يوسعش لازم يكون في حديد عمودي عليه، تمام، او حديد موجود في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده يبدأ يقاوم الحديد ده. احسن حاجة تقاوم ان يبقى عندك حديد في الاتجاه ده. طب انا ازاي هيبقى عندي حديد بيلف حلزوني معايا بالطريقة دي؟ صعب جدا. فاكيد هحط تسليح في الاتجاه الافقي الرأسي، وتسليح في الاتجاه الافقي. التسليح اللي في الاتجاه الرأسي ده اللي هو الكنات، والتسليح اللي في اتجاه الطولي بس على محيط الاليمنت كله مش فوق وتحت، اللي هو كان بنسميه لونجيتودينال رينفورسمنت، بس على كامل محيط الايه، على كامل محيط الكاميرا. تعال نبص على اكزامبل كده، حاجه عينه معرضه الى تورشن، او عاملين ايه؟ عاملين حاجه شبه الاي سيكشن. بدل ما يحمل الحمل على الاليمنت نفسه المحور بتاعه،
بيحمل على اكسنترستي، يعني بيحمل في اخر الاي، الطرف بتاع الاي، وبالتالي العينه دي تبدا تلف في الاتجاه ده. تمام، خلينا نرسمها لكم برضو. تلاقي العينه بدات تلف في الاتجاه ده. ماشي. بص بقى الخرسانه هتلاقي هنا في كراكنج، يعني لو حد هنا شايف هتلاقي في كراكس هنا موجوده. طيب تعال نبص على الفيديو وهو بيحمل. بدأ يحط الحمل هنا في الاتجاه ده، وبعدين كده يا الله حصل. خدت بالك انا بالصدفة هنا الكراكنج في الاتجاه ده، بمجرد ما حصل الكراكنج والحمل زاد شوية، هو حاطط كانات زي ما انت شايف. حد شايف الكانات؟ امسح بس النوتس ديت عشان تبدأ تبص. هتبص هتلاقي الكانة ديت فتحت. الكانة دي فتحت. طيب دي ده دليل على ايه؟ دليل على ان الكانة ديت كانت معرضة لشد قطري في الاتجاه القطري بتاعها. نتيجة ان الشد ده كبير جدا فتحت الكانة وحصل الفيلير. لو خدت بالك الفيلير ده بريتل. الحمل فجأة كان مثلا بتشيل مثلا 200 طن، فجأة نزل السترينث إلى زيرو، لك أن تتخيل. طيب آه ازاي اشيل التورشن ده باستخدام التسليح؟ لو انا افترضت ان مفيش خرسانة، حلو. الفكرة كلها ان انت لو تخيلت ان الكانات موجودة، كانت عمرها ما هتمنع التورشن ان هو يفيل الخرسانة. هو بيحصل صحيح عند الكراك، بيبقى الكانة موجودة فبتبدأ تشيل تنشن، بس الفكرة لازم يكون في تسليح طولي، مش بس فوق وتحت، ممكن على المحيط كله، يعني في قطري كمان في الجناب، بحيث ان الموضوع كله يشتغل كتراس. الفكرة الموضوع كله يشتغل كتراس. فلما يشتغل كتراس تخيل كده ان مفيش خرسانة والتراس ده موجود ملحوم في بعضه، لو لفيته يبدأ يقاوم التورشن، صح؟ فلازم يبقى فيه كانات، ولازم يكون فيه تسليح طولي سواء فوق او تحت او في جناب الكاميرا. مش بس كده، الكانة دي بتشيل تنشن في الاتجاه البريمتر حواليها، فما ينفعش القفل بتاع الكانة يبقى القفل العادي بتاعنا. بنعمل حاجة اسمها كانة مغلقة، closed stirrup. closed stirrup ان انا بجيب الكانة بتاعتي، خلينا ارسمها معاكم، معلش الماوس بيبقى صعب شوية الكتاب بتاعته. بجيبها كده وانزل كده واجي كده كده واروح لافف تاني وقافل. انا بس رسمتها، طبعا هما بيبقوا في نفس المحور. هنا في سيخ بيبقى موجود وهنا في سيخ بيمنع ان السيخ ده يطلع، وامد شويه بعد السيخ. فبالنسبه لي لما يبقى في تنشن نتيجه للتورشن في الاتجاه ده كله، هيبقى في شد هنا وهنا وهنا وهنا، بس السيخ ده مش هيفتح، الحته دي مش هتفتح. في الاختبار اللي انت شفته الاكسبيرمنتال ورك، العينه اللي فيلد من شويه، كانت القفل كان عامل كده، فبكل سهولة ده فتح لما التنشن جه في المكان ده، لما الكراك جه في المكان ده، فراح ديت مفتوحة وراح حصل الفيلير. عشان كده حاول دايما تستعمل كلوز سيرابس اللي انت شايفها هنا لما يكون عندك تورشن ستريس. تمام. فده اللي احنا المفروض نحسبه، الكانات اللي احنا محتاجينها قد ايه، والسيخ اللي احنا محتاجينها قد ايه. طب في مشكلة ان الكانات دي اصلا كانت بتشيل الشير، فجيت انت دلوقتي زودت لي كمان تورشن. يبقى الكانات دي هتشيل الشير وكمان تشيل التورشن. فشوف تأثير الشير محتاج كانات قد ايه، وتأثير التورشن محتاج كانات قد ايه، ونجمعهم على بعض. كمان في مشكلة، الحديد الطولي اللي انت شايفه ده كان شايل المومنت، يبقى انا لازم اشوف الحديد اللي انا محتاجه عشان يشيل المومنت، وبعد كده اضيف اليه الحديد اللي انا محتاجه عشان يشيل التورشن سواء فوق او تحت. طيب زي ما اتفقنا، احنا عندنا حاجتين موجودين، شير ستريسز موجودة على الخرسانة. الشير ستريسز دي بتبقى متوزعة على القطاع بالكامل. اقل شير ستريس بيبقى موجود فوق خالص وتحت خالص، واكبر شير ستريس موجود في النص. توزيع شير ستريس شايف شبه الاحمر اللي انت شايفه ده. فالكنات اللي انا بحطها لو هم 4 فروع بيشتغلوا كلهم، يعني عند التنشن اللي هنا في تنشن فوق وفي تنشن تحت، فانا بالنسبه لي هنا ال4 كانات ال4 برانشز
او الاربع فروع الاربعه شغالين في ان هم يشيلوا الشير. لكن المشكله في التورشن، لو نفس الكانات ديت عليها تورشن، اكبر شير موجود نتيجه في التورشن موجود في الاكستيريور على البريمتر، واقل شير ستريسز موجوده نتيجه للتورشن في النص. فبالتالي اي كانات هتبقى موجوده في النص مش هتشيل حاجه، لان الشير ستريس في المكان ده عبيط. لكن اي كانات خارجيه هي بس اللي شغاله، وهي اللي لازم تكون كلوزد سيرفس. لما بنيجي نجمع الكانات اللي احنا محتاجينها للتورشن على الكانات اللي انا محتاجها للشير، لازم اخد بالي ان الكانه الخارجيه فقط شايله، هي بس اللي شايله التورشن. الكانه الداخليه دي مش شايله تورشن، وبالتالي لما اجمع الاثنين على بعض واحسب الكانات الخارجيه المفروض تكون ايه. ممكن جدا استعمل كانات داخليه بقطر غير القطر ده او بسبيسنج مختلفه، بس بيبقى اصعب شويه على الحداد. يفضل الاثنين يبقوا بنفس السبيسنج ونفس القطر. طيب تعال نشوف الحسابات بتتعمل ازاي. ماشي، دلوقتي في كام كونسبت كده وكام تعريف طبقا للكود المصري، هنحاول نفهمهم او نحفظهم مع بعض بحيث ان احنا نشتغل بيهم. اول حاجه اسمها المساحه المقاومه للعزم. ايه هي المساحه المقاومه للعزم؟ بيقول لك ان مجرد ما التورشن بيحصل في العينه، كل الكونكريت كفر اللي بره الكانات دي اتمن عليها اكبر شير ستريس نتيجه للتورشن بيكرك وبيفيلد. تمام. فبالنسبه لي المساحه الحقيقيه الافيشنت هي اللي محصوره بالكانه. المساحه دي بنسميها A نود H. تمام. حاجه تانية، انا بالنسبه لي الباحثين على مدار السنين الطويلة اللي فاتت من 1900 تقريبا و50 كانوا بيحاولوا يلاقوا ايكويشن للتورشن. التورشن ده كان من اصعب، وما زال بصراحة من اصعب التوبكس اللي موجودة في الخرسانة المسلحة. تمام. طب ازاي اعرف العينة بتاعتي اكسبكتنج بتشيل قد ايه، احط لها كانات قد ايه؟ ففي طريقة واحد اخترعها، قال يا جماعة انتوا اخدتوها اوريدي في الاستراكشر، الطريقة اللي هي اللي اسمها تيوب، ثين ويلد تيوب، اللي اخدتوها في الاستراكشر. ان التيوب دي بتشيل تورشن ستريسز كويس جدا، او ستريسز في الاتجاه بتاع البريمتر بتاعها كويس. فهو بيحول قطاع الخرسانة اللي انت شايفه ريكتانجولار ده او اي حاجة الى حاجة شبه التيوب، شبه اللي انت شايفه ده. تمام. طب الشير ستريس هتبقى ايه؟ هتبقى في التيوب ديت، هتبقى على البريمتر اللي انت شايفه ده، لان زي ما اتفقنا اكبر الشير ستريسز موجوده في البريمتر بتاع العينه. فانا هحول القطاع المستطيل اللهبل او الاي سيكشن او التي سيكشن الى تيوب. التيوب دي لازم نكون عارفين فيها حاجه اسمها thickness of tube، اللي هي تي اي، مسميها تي افكتيف. ولازم نكون عارفين فيها البريمتر بتاعها اللي هو مسميه بي اتش. تمام. ولازم نكون عارفين فيها الاريا بتاعتها، المساحه بتاعتها، مسميها اي نود. تمام. فقال ايه الكود؟ قال الاي نود بتاعت التيوب ديت ما هي الا تساوي 0.85 من الاي نود اتش، من المساحه اللي داخل الكانه. طب سمك التيوب هناخدها بكام؟ سمك التيوب دي هناخدها بتساوي المساحة بتاعت الخرسانة المحصورة بالكانة على مساحة أو محيط الكانة نفسها. زي ما هنشوف الكانة الخارجية مش الداخلية، اتفقنا ان هو الكانة الخارجية هي اللي مهمة بالنسبة لي. فلما بقسم الاريا بتاعتي على المحيط، سوري، الاريا اللي هي بتاعت ديت على المحيط بيديني السكنس. ده حاجة خاصية من خواص التيوب، فنفس الفكرة. وبعدين يا باشا قال لك الشير ستريس، عشان دي بقى اللي احنا بنعرف ان احنا بنجيبها من التيوب كستراكشر. هنطبق بقى حاجة الخرسانة، القطاع ريكتانجولار مثلا احوله للتيوب وابدا اطبق اجهادات التيوب. فالكيو تيوب اللي هو كيو تورشن بتساوي التورشنال مومنت الالتيميت، طبعا عشان شغال التيميت، مقسوم على 2 الاي نود اللي احنا اتفقنا 0.85 الاي نود اتش، مضروبه في التي اي اللي هو سمك التيوب اللي هو زي ما اتفقنا الاي نود اتش مقسومه على البي اتش. تمام. طيب لما اعرف شير ستريسز ابدا اعمل ايه؟ ابدا زي ما عملت في الشير زمان،
كنت بقارنه بالشير الالوبل بتاع اللي هو كان اسمه كيو سي وانكراكد. نفس الفكره في التورشن، بس التورشن الخرسانه بتشيل حاجه عبيطه جدا، يعني بتشيل قيمه متخلفه، حاجه هبل، 0.06 ذا سكوير روت اوف اف سي يو على جاما سي. يعني لو عندي لا اله الا الله الاف سي يو ب 30 مثلا ميجا باسكال، بتلاقي 0.06 في سكوير روت اوف 30 على واحد ونص، ده رقم عبيط جدا، بالظبط كده بيساوي 0.268. لو الاف سي يو ب 25 تمام، بنلاقي ان الكيو تورشن بتساوي ربع. تخيل كده ان انت حاطط خرسانه بتشيل 30 او بتشيل 25، الاجهاد بتاعها اللي تقدر تشيله في التورشن 0.25، خلينا نقول 25 عشان الرقم ظريف. 0.25 لو قسمت ال 0.25 ده على 25 هتلاقي ان هو 1 على 100. بمعنى اخر الخرسانه بتشيل في التورشن 1 على 100 من اللي بتشيله في الكومبريشن. يعني تخيل هي بتشيل ولا حاجه. وبالتالي غالبا لما الاليمنت بيبقى معرض الى تورشن بيكرك، ولو انت مش حاطط له كانات كلوز سيرابس وحديد يشيل التورشن ده، بيحصل فيلير في العينه، والفيلير بتاع التورشن فيلير بريتل. فلازم اول ما اشوف اليمنت عليه تورشن لازم اقول يوز كلوز سيرابس، لازم استعمل كانات مغلقه. تمام. طيب انا عندي دلوقتي مثلا كاميرا عليها تورشن موزع بانتظام، وبالتالي التورشن اللي موجود عند الركيزه اللي هو اكبر تورشن بتساوي المومنت اوف تورشن الموزع بانتظام مضروبه في ال على 2، جبت المومنت التورشن. زي ما كنت بعمل في الشير بالظبط، بمشي مسافه، لو ده عمود بمشي مسافه بتساوي عرض العمود على 2، وبعد كده بمشي مسافه الدبس بتاع الكاميرا على 2، واجيب حاجه اسمها كريتيكال سيكشن. الكريتيكال سيكشن ده هو عنده اكبر تورشن، او مش يعني اكبر تورشن حقيقي معرضه ليه الكاميرا، او بنسميه الكريتيكال سيكشن اوف تورشن. تمام. هو نفس الكريتيكال سيكشن بتاع الشير على فكره. المهم باخد التورشن الكريتيكال ده، بجيب بالاستريس عن طريق اني بقسمه على 2 اي نود في التي اي زي ما اتفقنا. الاي نود لو عندي عينه زي دي، الكانه دي اهي، بسمي المسافة الأفقية دي x1. x1 تقريبا بتساوي البي ناقص 25 و25، فمن الآخر البي ناقص 50. لو أنا قلت لك استخدم كونكريت كفر مختلف مثلا 40 ملي أو حاجة، لو أنا قلت لك، لو ما قلتلكش خد الكفر ده ب 25 ملي ماشي. حتى فكروني أشيل النود ديت لأن هي ممكن تلخبطك. خلينا الاكس 1 لو انا ما اديتلكش بتساوي البي ناقص 50. طب الواي 1 اللي هو بتاع الكانه كونكريت كفر مثلا من فوق 25 ومن تحت 25، يبقى واي 1 بتساوي تي ماينس 50. حلو. طيب انا بقول لك الاي نود اتش هي المساحه الافكتيف اللي من غير الكونكريت كفر، فالمساحه هتساوي ايه؟ هتساوي اكس 1 في الواي 1 ماشي. طيب المحيط الداخلي بتاع الكان ده بيساوي ايه؟ x1 بلس y1 بلس x1 بلس y1، او زي ما كنا بناخد محيط المستطيل بتساوي 2 في الاكس في الطول في بلس العرض. تمام. طيب انا عايز اجيب سمك التيوب. سمك التيوب هتساوي الاي نود اتش اللي انا لسه جايبها ديت مقسومه على البي اتش على المحيط بتاع التيوب، وبالتالي يديني سمك التيوب. طب عايز اجيب مساحه التيوب، الاي نود هناخدها بيساوي 0.85، 85% من الاي نود اتش اللي هي المساحه الداخليه. طيب الشير ستريس بتساوي ايه؟ التورشنال مومنت غالبا بديهولك بالكيلو نيوتن متر، فبضربه في 10 اس 6 عشان يبقى نيوتن مليمتر، واقسمه على 2 الاي نود على تي. اتمنى ان انت تكون حفظتها معايا دلوقتي. طيب بعد ما بجيب الكيو تورشن او الشير الناتج من التورشن، بقارنه بالالاوبل تورشن اللي هو 0.06 ذا سكوير روت اوف اف سي على الجاما سي اللي هي غالبا بواحد ونص، وبالتالي هتلاقي ان هي اولموست 1 على 100 من الاف سي يو اولموست. يعني لو عندك 25 اف سي يو 25 بتلاقيها ربع، لو عندك 30 اولموست هي اقل من 1 على 100 كمان، هتلاقيها 0.26 ولا حاجه هبل يعني. المهم لو التورشن بتاعك اللي موجود وده وارد
اقل من التورشن الالاوبل، لان انت ما عندكش تورشن كبير، بتنجلكت التورشن، بتهمله خالص، زي ما كنا بنعمل في الشير لما يكون الكيو اقل من الكيو سي يو، الكيو سي يو الانكراك، وبالتالي كنا بنستعمل المينيمم ستيرابس وخلاص. بس لازم تعمل حسابك ان هي تبقى كلوز ستيرابس طالما عندك تورشن. تمام. طيب لو انا عندي الشير اكبر من الشير بتاع التورشن، في الحاله دي لازم نستخدم كلوز ستيرابس، ولازم نستخدم مش بس كلوز ستيرابس، وكمان لونجيتودينال ستيرابس، سواء فوق خالص او تحت خالص او في الجناب، شبه الشرينكج رينفورسمنت. نتيجة لان البارز دي بيبقى عليها تنشن، لازم في الاخر ابدا اديله طول رباط. هنفهم يعني ايه طول رباط، لانه مشدود فلازم يتدفن جوه الخرسانه مسافه تمنع ان هو يتزحلق او يطلع من الخرسانه. فعشان كده ناس كتير بتعمل السيخ ده في البلان ده، كده ده كروس سكشن في البلان كده، ويروح متني وساعات يرجع تاني، ده يتنى ويرجع تاني. كلوز السيرب زي ما انت شايف بتبقى عامله كده، وسيخ هنا وسيخ هنا، فبتمنعه ان هو يتفتح. برضو بقارن الكيو تورشن بالكيو التيميت ماكسيمم اللي هو بيساوي 0.7 ذا سكوير روت اوف اف سي على جاما سي، لو حد فاكر الشير. فلو هو اكتر منه لازم نزود قطاع العينه، ما ينفعش العينه بتاعتي يبقى عليها ستريس اكتر من كده، حتى لو حطيت كل التسليح كانت اللي موجوده في الدنيا. طيب في حالة زيادة إيجاد القص عن الكيو تي يو بتاع الخرسانة اللي هو 0.06 سكوير اوف اف سي يو، بجيب الإيكويشن بتاعتي. سيبك من دي، أنا ما بحبش أحفظ دي، بحب أحفظ المعادلة دي. لو تفتكروا الكيو تورشن كان بتساوي الام تورشن على 2 اي نوت في التي اي. تمام. بدل ما أحط التي اي هحط اف فيلد ستيرابس على 1.15. حلو. ده هيديني الاريا فاي، يعني مساحة السيخ الواحد بتاعت الستيرابس مقسومة على السبيسنج. فبالاخر الام تورشن في 10 اس 6 على 2 الاي نوت في الاف فيلد ستيرابس على 15 يطلع لي على طول رقم، افرض الاريا فاي واجيب السبيسنج. تمام. ونفس ما زي ما عملنا بالظبط في الستيرابس بتاعت الشير، برضو بتبقى مضاعفات ال 25 مللي لغايه اكتر حاجه 200 ملم، او الدبس على الاثنين. وبكده جبت الكنات. بس ما انساش اقول يوز كلوزد ستيرابس. وخد بالك حتى لو الكاميرا عرضها فوق 400 ملم او اكتر، احنا بنقول 4 برانشز بس، الكانه الخارجيه فقط هي اللي شغاله معايا، الكانه الداخليه دي طز. حتى لو 6 برانشز حتى لو 12 برانشز الكانه الخارجيه هي بس اللي شغاله. وانت تقدر الكانات الداخليه لو عندك شير تصممها على الشير وتكبر دماغك، ما تزودهاش طبقا للتورشن زي ما نشوف بعدين. طيب هل انا بشيل بالشير بقى بالكنات بس؟ لا، انا بشيل كمان باللونجيتودينال رينفورسمنت. طب احسبه ازاي؟ كود بيقول لك خد الاريا فاي على الاس بتاعتك، اضربها في المحيط بتاعت الكانه الخارجيه اللي هو البي اتش، واضربها في نسبه تصغير بتساوي الاف فيلد ستيرابس مقسوم على الاف فيلد لونجيتودينال. طب في حاله ان الحديد الكانات هو نفس الحديد بتاع اللونجيتودينال، هتبقى القيمه دي بواحد. فهو من الاخر القيمه اللي تطلع لي ديت بضربها في المحيط. طب اخد انا مثلا طلع لي من الحسابات دي، طلع لي مثلا ده بيساوي 0.79. حلو. فجيت احط هنا 79 ملم سكوير اللي هو فاي 10، طلع لي سبيسنج مثلا 135، فاخدته 125. فلما قسمت 79 على 125 طلع لي رقم جديد. فده احط الرقم اللي طلع لي من الحسابات ولا احطه الرقم الجديد؟ والله مش فارقه كتير، بس عشان الام سي كيو، بس عشان الامتحانات الام سي كيو هناخد الرقم اللي طلع لي من الحسابات هو اللي احطه هنا، اضربه في البي اتش في نسبه التصغير الاف في الستيرابس على الاف في. بس الكود قال لك هي مش معادله واحده، هي في معادله تانية اللي احنا بنسميها المينيمم لونجيتودينال ستيل. ما ينفعش يقل الحديد الطولي عن الحديد ده اللي هو 0.4 ذا سكوير روت اوف اف سي يو على جاما سي على الاف فيلد على 1.15 مضروب في الاريا كونكريت كلها، مش اللي جوه الكانه. يعني لو عرض الكاميرا بي وارتفاعها اتش يبقى البي في الاتش ناقص المعادله اللي تطلع لي من هنا، يعني الرقم اللي يطلع لي من هنا احطه هنا. فالمعادله شكلها يخض صحيح، بس هي في الفعل يعني في الحقيقه رقم اهبل. 0.4 ذا سكوير روت اوف اف سي على جاما سي مقسوم على الاف فيلد على 15 في الاريا كونكريت ناقص الرقم اللي يطلع لي من هنا.
اتمنى ان اكون يعني عرفت احفظكم شويه، بس هو حفظها مش صعب طالما حسبت بيها اكزامبل، حليت بيها اكزامبل واثنين وثلاثه. تعال نبص على اول اكزامبل. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تقرا السؤال كويس جدا. انا السؤال ده بالذات يعني عزيز على قلبي شويه، كمان انا جالي في الامتحان بتاعي انا شخصيا، ده كان جزء من الفاينل بتاعي. كان مساله ظريفه سهله مش صعبه. كان الدكتور جهاد هو اللي اداهولنا. المهم اف سي يو 25 نيوتن على مليمتر سكوير، مديك نوع الخرسانه. بيقول لك reinforced concrete rectangular section. خلاص انت اتاكدت ان هو rectangular اوف ويدز بي بتساوي 450. العرض عندي 450، يعني الاكس 1 هتطلع هننقص 50 غالبا، الا اذا انا كنت مديها لك او قلت لك الكونكريت كفر قد كده يمين وشمال العينه او فوقها او تحت. ماشي. المهم الهايت بتاع العينه 600 مللي. لو انا ما اديتلكش حاجه يبقى الواي 1 هتساوي 600 ناقص 50 اللي هو 550. effective depth equals الدبس بتاعت العينة 550 ملم. حلو. كونكريت كفر فعلا 25 مللي هو مديها لي، وكمان الدكتور جهاد كان الله كتر خيره اداني الاكس 1 والواي 1، يعني بيشحتنا الارقام، بيقول لنا حل الامتحان. فبالنسبه لي انا اضرب اكس 1 في الواي 1 يطلع لي على طول. خليني ارسم المساله ديت عشان الناس تبقى متخيلها. اوبا. هو ريكتانجلر سيكشن، العرض ده 450 والارتفاع ده 600 ملم. فجواه كان المسافة دي x1 تساوي 400، والمسافة دي اسمها y1. أنا آسف في الخط صعب شوية. والمسافة دي 550. المساحة اللي جوه هنا دي اسمها ايه زي ما اتفقنا؟ اسمها ايه؟ نود اتش. المحيط بتاع الكانة ديت اسمه بي اتش. لو قسمنا الاي نود اتش على البي اتش يدينا التي اي. لو ضربنا الاي نود اتش في 0.85 يدينا حاجه اسمها الاي نود. كل اللي مطلوب مننا ايه يا باشا؟ كمل السؤال اقراه كويس عشان تعرف ايه اللي مطلوب منك. هو معرض الى ultimate load ultimate torsional moment 70 كيلو نيوتن متر. تمام. ده ultimate مش working، مش هضربه في اي فاكتورز. طيب bending moment and shear force are neglected. يعني الدكتور قال لي يا حبيبي انا مش عايزك تقعد تحسب مومنت والديزاين مومنت فور فليكشر، ولا تقعد ديزاين في الشير. انا بقول لك اعتبر بس ان في تورشن بس، وعايزك تديني التسليح بتاعه. ماشي. It's required to calculate the required torsion reinforcement. torsion reinforcement ده بينكلود الكانات والحديد الطولي. considering the minimum reinforcement requirement according to the Egyptian code. يعني خد بالك ما تنساش تجيب الاريا ستيل مينيمم، مش بس من البتاعه الاولانيه. خد بالك هنا الدكتور بيقول لي longitudinal steel اوف جريد 240 على 350، وهو الاف يلد بتاع الايه؟ الستيرابس. يعني الستيرابس والاف يلد بتاعت اللونجيتودينال رينفورسمنت الاثنين 240 نيوتن على المليمتر سكوير. معنى كده ان مفيش نسبه تخفيض، لو حد فاكر اللي هي كانت اف يلد ستيرابس على الاف يلد هتبقى بواحد. يعني الدكتور جاد كتر خيره كان مدينا مساله جايزه، يعني هديه في الامتحان. في الاخر بيقول لك درو تو سكيل 1 ل 20. يعني ارسم بسكيل 1 ل 20. لو هترسم بالسنتي هتضرب في 5، يعني كل متر هيترسم 5 سنتي. The cross section showing longitudinal steel and stirrups. عايز cross section اللي هو شبه ده يبين لي بقى الكانت اللي انت طلعتها وهكذا. حلو. ال A نود H بتساوي x1 في y1. x1 ب 450 y1 ب 550. طلع لي الرقم. ال A نود 0.85 من A نود H. رقم كالكوليتر. بي اتش بتساوي 2 في الاكس 1 زائد الواي 1 اللي هو المحيط، فطلع 1900. السمك بتاع التيوب بتساوي الاي نود اتش على البي اتش، طلع لي 115.8. تعويض مباشر يا جماعه. شير ستريس بتساوي التورشن مومنت، ما تنساش تضربه في 10 اس 6، هو كان هنا ب 70 يبقى 70 في 10 اس 6 على 2 في التي اي اللي هو 115.8 مضروب في الاي نود اللي هو 187,000. طلع لي
رقم 1.616. طبعا مش محتاج احسب البتاعه ديت، شايف ده رقم كبير، ده فوق الواحد. احنا اتفقنا تقريبا ايه الرقم ده بيطلع في حدود الربع على حسب الاف سي يو طبعا. المهم فطلع اكتر من ربع، فبالنسبه لي use special reinforcement to resist torsion، يعني ان انت تقاوم التورشن، اللي هم حاجتين stirrups او لا بلاش اقول كده closed stirrups، وتاني حاجه longitudinal reinforcement، وهفهمك يعني ايه longitudinal reinforcement على كامل المحيط دلوقتي. المهم الكلوزد ستيرابس الاريا فاي على الاس اللي هو مساحه السيخ الواحد، البرانش الواحد اللي هو واحد زي ده، على السبيسنج بتساوي التورشنال مومنت في 10 اس 6 زي ما اتفقنا، هي نفس المعادله، على 2 اي نود مضروب بدل التي اي بحط اف فيلد ستيرابس على 1.15، 70 في 10 6 على 2 في الاي نود في الاف فيلد على 1.15 في الستيرابس طلعت 0.897. ماشي. المهم انا العرض بتاع العينه عندي كان 400 مللي على ما افتكر، ولا 450 مش فاكر، اكبر من 400، يبقى النمبر اوف برانشز 4. بس اوعى تنسى، اوعى تنسى ان الكانه الخارجيه هي اللي شغاله معايا في التورشن، الكانه الداخليه طز فيها شايله شير، وانا مش عندي شير في المساله دي. بس كده كده طالما عرض اكتر من 400 مللي ما ينفعش استعمل اقل من 4 برانشز. فهقول لت ان الفاي ب 8، الفاي 8 الاريا فاي بتاعتها باي في 8 سكوير على 4 يطلع 50، ف50 على 0.8 حاجه مش فاكر الرقم، يطلع لي سبيسنج 55. ما ينفعش، ما ينفعش يقل السبيسنج بتاع الكان عن 75، يبقى استخدم قطر اكبر. مساحه الفاي 10 79، يبقى 79 على 0.87 طلع لي 88، فممكن استعمل 75 بقرب للاقل 25 مللي، 75 يبقى 4 برانشز يوز كلوز ستيرابس، 4 برانشز فاي 10 كل 75 ملم. تمام. طيب التسليح الطولي بتساوي الاريا فاي على الاس مضروب في المحيط مضروب في نسبة التصغير الاف فيلد ستيرابس على الاف فيلد، والحالة دي بواحد زي ما اتفقنا. البي اتش كان طالع لنا في الاول اللي هو المحيط بتاع الكانة 1900، فده انا افضل بصراحة ان انا اخد الرقم الاولاني مش الرقم المتراب، وده اللي هنتفق عليه مع بعض. يعني هنا خليني اشطب عليها كده، مش فاكر الرقم كان طالع كام بصراحة يا جماعة، 0.87 let's say اللي كان طالع لي من شوية، اللي طالع لي من الحسابات من الاريا فايرلس، اضربه في 1900 يطلع لي تقريبا رقم قرب ده. حلو، اقارنه بالاريا ستيل مينيموم وده اللي الدكتور كيهات كان قايل عايزه. حلو، فده بيساوي 0.4 ذا سكوير روت اوف اف سي يو على 1.5 على اف فيلد على 15 مضروب في الاريا كونكريت اللي هو 450، ده الاريا كونكريت 450 في 600 ناقص الرقم ده، طز في المعادله مش لازم اقعد اكتبها من تاني. تمام. طلع لي قليل، حاجه دايما بيطلع او بنسبة 99% بيطلع قليل جدا أقل من ده، فباخد الأكبر اللي هو 2002 ملم. في سؤال مهم جدا، هو ليه الدكتور جهاد طلب مني أرسم الكروس سكشن؟ تمام، طلب منك ترسم الكروس سكشن عشان هو عايزك ترسم له أولا الكانات المغلقة، تمام، تبين له إن هي كلوز سيرابس، تبين له إن هم 4 برانشز، تمام. ومش بس كده، التسليح اللي انت طلعته من شوية ده، التسليح اللي انت طلعته من شويه اللي هو الاريا ستيل ب 2002 مش هو اللي تحت ومش هو اللي فوق ومش هو اللي في الجنب، ده هو التسليح كله. وبيقول لك ان المسافه بين السياخ من هنا لهنا ما ينفعش يزيد عن 300 مللي، او من هنا لهنا ما ينفعش يزيد عن 300 مللي، وبالتالي عدد الصفوف بتاعت الاسياخ اكمن هنا دي مسافتين، يبقى 3 صفوف 3 سياخ. فانا بعمل ايه؟ بقول الهايت ناقص 50 عشان اجيب ارتفاع الكانه او اللي هو اسمها واي 1 دلوقتي، على ال 300 اللي هي اكبر مسافه، زائد واحد عشان تجيب لي عدد الصفوف. انا لو قسمت على 300 يديني النمبر اوف سبيسنجز اللي المسافه دي، تمام. اما ازود واحد يديني عدد الصفوف، فطلع لي ان هو 2.83، قربها للاكبر يبقى انا محتاج 3 صفوف. طب كل صف مساحته كام؟ هقسم ال 2002 اللي هو الاريا ستيل لونجيتيدنال على عدد الصفوف 3 4 وات ايفر، يطلع لي مساحة الحديد اللي في الصف. لو انا عايز احط سيخين بس هقسم على الاثنين يطلع لي مثلا هنا 334 مللي، فبحط 380 ملم، يبقى احط سيخين في 22 سيخين في 22 سيخين في 22.
بشاور على الكنه بقول use close the syrups اللي هي مقفوله زي ما انت شايف 4 branches اللي هو 4 فروع 10 كل 75 ملم. الكنات الداخليه دي زي ما اتفقنا مش شايله التورشن، اللي شايل التورشن هو الكنه الخارجيه. عشان كده في ناس بتكبر دماغها وتحط اللي جوه دي فاي 8 كل 200 ملم. انا مش محتاج اصلا اللي هو المينيمم ستيرابس، مش محتاج احط كل الكنات فاي 10 كل 75 مللي. انا عايز اوفر في الحديد، بس خلينا احنا نحطهم زي ما هم عشان الكويزز بتاعت الام سي كيو بتبقى يعني لازم نوحد حاجه في الحل بتاعنا. ماشي. لو عندي الارتفاع 700 ملم فاكتر، تمام، 700 ناقص 50 يديني 650، على 300 يديني 2 بوينت حاجه، بلس واحد يبقى 3 وحاجه، فبيبقى 4 صفوف. فانا هقسم الاريا ستيل لونجيتودينال على 4، واضيف التسليح لو انا عندي مومنت على الاريا ستيل داش اللي هو حديد العلوي، والاريا ستيل حديد السفلي. بعد ما بجمعهم على بعض اشوف بقى هما كام سيخ. ماشي. وده الطبيعي ان انت يكون عندك طبعا. نيجي بقى لليلة الكبيرة. ايه بقى الليلة الكبيرة دي يا باشا؟ ان الكوارث لا تأتي فرادى زي ما بيقولوا. ان التورشن لما بيجي ما بيبقاش لوحده يا باشا، بيبقى انت عندك مومنت وعندك شير، والتورشن اصلا بيديني شير. طب ما انا عندي اصلا شير، فانا لازم اخد الافكت بتاع القص والافكت بتاع الالتواء اجمعهم على بعض وانا بحمل الستيرابس بتاعتي. اللونجيتودينال رينفورسمنت اللي انا بضيفه بيبقى من الالتواء بس، لكن الكنات الخارجيه بتشيل تورشن وشير. الكنات الداخليه لو موجوده، لو النمبر اوف برانشز اكتر من 2 يعني 4 او 6 او وات ايفر، الكنه الخارجيه بس بتشيل تورشن، الكنه الداخليه بتشيل شير فقط. سوري، الخارجيه تشيل تورشن وشير، والداخليه تشيل شير فقط. ايه ده بقى الجمال ده؟ يا سلام يا سلام. تعالى نرجع مع بعض الشير اللي احنا كنا بنعمله في الشير. كنا زمان في الشير، سيبك من التيبل ده كله، سيبك من كل ده. تعالى نبص هنا في الشير. لو كان الكيو التيميت اقل من الكيو سي يو اللي هو 0.1 عن كراك 0.16 سكوير روت اوف اف سي يو على جمع سي، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط المينيمم ستيرابس اللي هي غالبا 2 برانشز فاي 8 كل 200 ملم، او يعني ممكن ما يكونش 200، ممكن يكون الدبس على الاثنين. لو الدبس بتاع الكاميرا اقل من 400 ملم في الحاله دي، مثلا 300 ملم في الحاله دي، الاقل 150 ملم. او ان انت في معادله في الكود المصري بتقول لك المينيمم ستيرابس النمبر اوف برانشز في الاريا فاي في الفيلد على 15 على البي في الاس بيساوي 0.4، فمنها بحط الاريا فاي واجيب السبيسنج، وغالبا بيطلع هو الرقم ده. لو عندي العرض اقل من 400 ملم بحط 2 برانشز، لو اكتر من 400 ملم 4، لو 600 6، وهكذا. طب ده المينيمم ستيراب. طب لو عندي الشير اعلى من اكبر شير تقدر تشيله الخرسانه اللي هو 0.7 ذا سكوير روت في اف سي على جمع سي، في الحاله دي لازم اكبر القطاع البي والاتش. طب لو هو بين البنين ما بين الكيو سي والانكراكد وما بين اكبر شير تستحمله الخرسانه كيو التيميت ماكسيمم، في الحاله دي بحط يا اما ستيرابس يا اما بنت ابار. في حاله ان يكون عندك تورشن تنسى خالص البنت ابار، استخدم ستيرابس اونلي. طب بنجيب الكيو ستيرابس ازاي؟ بطرح من الكيو التيميت بطرح حاجه اسمها كيو سي يو كراكد اللي هو 0.12 ذا سكوير روت اوف اف سي على جاما سي، وده بيساويه بالنمبر اوف برانشز في الاريا 5 في الاف فيلد على 15 على البي في الاس، يطلع لي قيمه الاريا 5 على الاس. افرض الاريا 5 لو عندي ما عنديش تورشن، واجيب السبيسنج. تمام. كل ده لو انا شير فقط، او ان يكون عندك الشير ستريس كيو تورشن اقل من او يساوي 0.06 ذا سكوير روت اوف اف سي يو على جمع سي، وده غالبا لا، لان الرقم ده بيبقى تقريبا ربع، في اولموست ربع. فالشير ستريس الا اذا ما كانش موجود اصلا، في الحاله دي بشتغل الشير بس. طب في حاله السواد بقى يا باشا، ان الشير ستريس اكتر من ال 0.06 سكوير روت اوف اف سي يو، وفي نفس الوقت الشير لا اله الا الله، ان الشير ستريس عالي، في الحاله ديت لازم نعمل. طب بص بلاش نروح للستep دي.
في حاله ان انت الشير تورشن ستريس اكتر من كيو تي يو، والشير ستريس في الشير قليل مش محتاج ستيربس، في الحاله دي برضو بحط المينيمم بحط الاريا فاي على الاس دي. شبه المساله اللي جابها لنا الدكتور جهاد، اللي انت بتهمل وجود الشير خالص، تمام، وبتعتبر ان التورشن بس اللي موجود، فبتجيب الاريا فاي على الاس بيساوي الام تورشن في 10 6 على 2 اي نود في الاف فيلد على ستيربس على 15. والاريا ستيل ال، يا اما الاريا ستيل مينيمم، يا اما القيمه دي اضربها في بي اتش في الاف فيلد على ستيربس على الاف فيلد اللي نسبه التصغير اللي اتفقنا عليها، يطلع لي الحديد الكانات وحديد الطولي، ونقسمه بقى على النمبر اوف عدد الصفوف الروز، تمام، ويطلع لي قيمه الاريا فاي اللي انا محتاجها في كل واحده. اضيف طبعا التسليح العلوي على الاريا ستيل داش والتسليح السفلي على الاريا ستيل، ماشي، واسيب الحديد الداخلي بقى ده بتاع التورشن بس. جميل. طب في حالة ان عندي تورشن عالي اكتر من كيو تي يو، وعندي الشير عالي، بس مجموع الاتنين اس 2، يعني كيو الت بتاع الشير زائد اس 2 زائد الكيو تورشن اس 2 اندر ذا سكوير روت، ده كأنه المحصلة يعني، كنا بنسميها الريزيستنس كيو التيميت. في الحالة دي اقارنها ب 0.7 ذا سكوير روت في اف سي على جاما سي. لو هو اكتر لازم ازود القطاع، طب لو هو اقل اروح لهنا بقى، اقول الاريا فاي بتاعة الشير على الاس اللي انا جبتها من الشير من الستيربس اونلي، واضيف عليه الاريا فاي على الاس بتاع التورشن. ايه الاريا فاي على الاس؟ قلنا اللي هو مساحه السيخ البرانش الواحد مقسوم على السبيسنج بتاع البرانش ده، تمام، السبيسنج بتاعت الستيربس. فاضيف تاثير اللي انا محتاجه بتاع التورشن على الكانات اللي انا محتاجها في الشير، واجمعهم على بعض واجيب الاريا فاي على الاس، وهي ديت اللي ابدا اشتغل بيها. طيب الاريا ستيل لونجيتودنال هجيبها من دي ولا من دي؟ يعني هجيبها من المجمعة ولا من التورشن؟ هجيبها من بتاعة التورشن بس، يعني انا بفضل اكتب هنا، لو انا افتكرت اكتب هنا بتاعة التورشن، يعني تاخد ديت. طب ليه يا باشا؟ لان الحديد الطولي مش شايل شير، هو شايل تورشن، فاحط له اريا فاي على اس بتاعت التورشن في البي اتش في الاف فيلد نسبة التصغير، واقارنها بالاريا ستيل، تمام، بس كده. طيب يعني الكلام ده احنا قلنا كذا مرة قبل كده، ان الكانات كل الفروع بتشيل قص، لكن الفرعين الخارجيين بس هم اللي بيشيلوا التورشن. ان لازم لما اجيب الكيو تورشن بتاعت الشير والتورشن، لو عندي الاتنين موجودين باخد اس 2، ده اس 2 زائد 2 اندر ذا سكوير روت تحت الجذر، واقارنهم ب 0.7 ذا سكوير روت، ولو زادت بزود قطاع العينة. في حالة ان انت عندك فرعين بضيف على طول الاريا فاي اس شير على الاريا فاي تورشن، واطلع الاريا فاي توتال على الاس، او مساحة السيخ الكانة الواحدة، مش الكانة الواحدة، الفرع الواحد على السبيسنج التوتال. اما في حالة الفور برانشز خد بالك ان احنا كده بنعمل ده بتاع الكانة الخارجية. اما الكانات الداخليه ممكن ان احنا نعمل لها، هي هتشيل الشير بس، ممكن نعمل لها دي بس ساعتها هتلاقي في كانات كبيره اللي هي بتاعت البريمتر اللي هو الخارجيه بقطر وسبيسنج مختلف عن الداخليه. في الحاله دي الحداد بيتلخبط، فممكن ايه نكبر دماغنا ونحط الاتنين زي بعض ونكبر دماغنا، طالما احنا ناحيه الفاكتور اوف سيفتي او ناحيه السيفتي. طيب الكنات الداخلية بنحسبها من أهني إيكويشن بتاعة التورشن. إحنا عارفين إن الإم تورشن في 10 6 على 2 إي نوت في الإف فيلد ستيربس على 1 و15 يطلع لي الأريا فاي تورشن. طب الشير كام؟ اللي إحنا كنا فاكرين المعادلة اللي إحنا كنا فاكرينها، كنا بنقول إن في الأريا فاي في الإف فيلد ستيربس على 1 و15، حد فاكر، على البي في الإس دي بتساوي كيو ستيربس. فانا لو عايز اجيب دي
حلو. هروح ضارب كيو ستيرابس في البي على الان في الاف فيلد على 15 اللي هو المعادله ديت. كيو ستيرابس في البي انا مش حافظ دي خالص، انا حافظ دي وبروح عاكسها بصراحه. انا كبني ادم ما بعرفش احفظ، مش سهل عليا ان انا اقعد احفظ حاجات جديده 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 جديده. خلاص انا حافظ دي وعارفها لان دي منطقيه. النمبر اوف برانشز، عدد البرانشز اللي موجوده في الكانه، فده تسليح الكانه الواحده من الاخر مضروب في الاف فيلد على 15 بيديني التنشن اللي موجود في السيخ على المساحه اللي بتشيلها اللي هو العرض بتاع الكاميرا في السبيسنج بتاعت الكانه الواحده. ده انا ازاي حافظها، وبعد كده بجيب منها القيمه ديت. المهم بعد ما اجيب الاريا 5 بتاعت التورشن والاريا 5 بتاعت الشير بجمعهم على بعض واجيب الاريا توتال على الاس، بفرض الاريا 5 كالعاده وبجيب السبيسنج، والسبيسنج ده ما ينفعش يقل عن 75 مللي وما ينفعش يزيد عن 200 مللي او الدبس على الاثنين ايهما اقل. طب بالنسبه للحديد الطولي بجيب الحديد الاول وبجيب عدد الصفوف، بعد كده بقسم على عدد الصفوف يطلع لي الاريا 5 في كل واحده. بعد كده مش لازم تختار الحديد ولا حاجه، انا رسمت كده انديكيشن بس. اجمعه على التسليح اللي ناتج من المومنت يطلع لي التسليح الكلي، وارسم القطاع في الاخر زي ما انت شايف دي كلوزد ستيرابس. التسليح ده زائد دول مثلا كانوا 3 في 16 لو انا كنت محتاج بس من غير تورشن، فلما زودت دولت طلعوا 4 في 16 او وات ايفر. دولت هيتحطوا هم ما فيش اي تغيير لان ما بيتضافوش على حاجه، دولت بيزودوا على دولت وبيتحط هنا التسليح الكلي. فمن الاخر خطوات حل مساله فيها شير مع تورشن هيبقى حساب التورشن ستريس وحساب التورشن التورشن ستريس والشير ستريس، وبعدين مقارنتهم بالكيو سي يو ان كراكد والكيو تورشن. لو هو اقل من ده بالنجلكت الشير، لو هو اقل من ده بالنجلكت التورشن. طب لو هما الاثنين، لو هو الشتوي ستريسز كيو التيميت سكوير زائد الكيو تورشن سكوير اندر ذا سكور اكتر من سكوير سوري اندر ذا سكوير روت اكتر من 0.7 ذا سكوير روت في اف سي يو، في الحاله ديت لازم ازود القطاع. طب لو هو ما بين ده وده وما بين ده وده بعمل ايه؟ بجيب الاريا فاي بتاعت الشير عن طريق كيو ستيرابس يساوي كيو التيميت ناقص ال 0.12 ذا سكوير روت في اف سي على جاما سي، وبعد كده اضربها في البي على الان في الاف في ستيراب على 15. طلعت الاريا فاي اللي انا هشيل بيها الشير، واجيب الاريا فاي تورشنال اس اللي هو الام تورشن في 10 6 على 2 اي نود في الاف فيلد ده 15. اجمع الاثنين على بعض افرض الاريا فاي واجيب السبيسنج. ما تنساش تقول يوز كلوز ستيراب. طب النمبر اوف ستيرابس على اساس ايه؟ على اساس عرض العينه. نمبر اوف برانشز قطر كذا ده او ده مضروب كل سبيسنج كذا، والسبيسنج ده ما يقلش عن 75 مللي وما يزيدش عن 200 ملم او الدبس على الاثنين، ومضاعفات ال 25 ملم وبقربه للاقل لاقل 25. يعني لو طلع لي 102 بقرب ل 100 مش ل 125، لان ال 100 سبيسنج اقل معناه كانت اكتر، معناه انه يقدر يشيل شير احسن او تورشن احسن. طب بالنسبة للحديد الطولي نفس المعادلات زي ما اتفقنا قبل كده، وما تنساش تقسمه على عدد الصفوف لأن أكبر مسافة 300 ملم، وأضيفه على الحديد الطولي زي ما اتفقنا. تعال نبص على مسألة تانية. هنا مديني الاف سي يو ب 25، مديني الاف فيلد 360، ده الحديد الطولي، والحديد ستيرابس 240. خد بالك في نسبة تصغير بتساوي 240 على 360 لو حد فاكر لما بضرب أجيب الحديد الطولي. المهم ريكتانجولار سيكشن، شكرا يا باشا. العرض ب 400، شكرا، يبقى الاكس ب 350. الهايت ب 500 يبقى الواي 1 ب 450. الافكتيف ديبس ب 300 450 ماشي، مش هتفرق معايا في حاجه. is subjected to the following ultimate forces، مديني كيو ultimate ب 110 كيلو نيوتن والتورشنال مومنت 35 كيلو نيوتن متر. the longitudinal tension steel required for flexure هو مديهولي عشان اجمعه عليه ب 1500، ده اللي هو تحت مثلا لو تسليح بوستيف هجمع عليه الاريا ستيل ال على الثلاثه او وات ايفر، غالبا على الثلاثه. determine the required shear and torsion enforcement. ماشي يا باشا. اول حاجه عندي x1 عندي الواي 1 هجيب الاي نود اتش، هجيب البي اتش الاي نود ب 0.85 من الاي نود، بعد كده تي اي بتساوي الاي نود اتش على البي اتش سمك التيوب. طيب يبقى كيو تورشن بتساوي
35 في 10 أس 6 على 2 في ال A نود اللي هو ده على ال TE، جبت الكيو تورشن. طب الكيو بتاع الشير أسهل حاجة، 1100 في 1000 على ال B في الدبس اللي 450، عشان كده وداني الدبس ب 0.61. هقارن الاتنين دولت بالallowable. طب الكيو سيو الانكراكد ب 0.66، هو كان طالع لي 0.68 ولا ايه مش فاكر، والكيو تورشن طالع لي 1.328، لكن الallowable تقريبا ربع، فده اكبر من ده، وال 0.6 ولا تصدق اقل، ما خدتش بالي، 0.61 اقل من الكيو سي يو، فبالتالي ههمل الشير واحط تورشن. تحولت المساله الى مساله زي المساله الاولانيه بتاعت الدكتور جهاد اللي كانت سهله. عرض العينه هنا 400 مللي، يبقى 4 برانشز فاي 8 كل كذا. وبعد كده بعد ما اجيب الحديد الطولي طلع ده الاكبر، هقسمه على عدد الصفوف اللي هو 3، وابدا اضيف، طلع لي مثلا 237. طب هو قال لي ان التسليح 1500 ولا مش فاكر كام، فهجمع التسليح 1500 على 237 يطلع لي التسليح الكلي. بعد كده اقسم على الاريا بتاعت القطر يطلع لي عدد الاسياخ، ابدا اوزعهم في العرض. طب كام سيخ تحطه هنا؟ 400 ناقص 50 يطلع لي 350 على 50، يبقى 7 اسياخ. كان ممكن احط ال7 اسياخ كلهم هنا لو القطر بتاعهم صغير. طيب دي مسألة رخمة شوية، يعني دي مسألة فيها مومنت وشير وليلة كبيرة، ودي يعني ايه، بنحل المسألة دي بتاعت تانية مدني لو حد فاكر، وبعد كده ببدأ احط عليها، وده مش هعمله لك، ده كان في امتحاني يمكن ولا ايه مش فاكر، بتاع تانية مدني، لان تانية مدني كان الكريدت اور سيستم مش موجود، كان بتبقى 3 ساعات شرح، فكنا بندي محاضرتين في الاسبوع، فكنا نقدر نعمل منهج كبير، فكنا بندي فيه التورشن كمان. المهم هو بيقول لك حل المسألة دي من تاني، بس على اعتبار ان العرض المسافة بي سي ديت، او حتة من الكاميرا اللي ما بين ركزتين بي سي معرضة كمان لتورشن، بس يونيفورم تورشنال مومنت. بص مكتوب ايه، 10 كيلو نيوتن متر لكل متر رن، يعني موزع بانتظام هنا. طب الشير بتاعه بيساوي ايه؟ كأنك بالظبط بتقول دبليو في ال على 2، يعني في 6 على 2، 10 في 6 على 2 يعني 30 كيلو نيوتن متر. يبقى في تورشن عند الركيزة دي ب 30 وشير عند الركيزة دي ب 30. It's required to، مطلوب منك check the torsion stresses in part PE، يعني torsion stresses هنا. calculate the required reinforcement for shear and torsion هنا برضه، ماشي. العينة دي المفروض ان هي كانت اتصممت، فانا هعتبر ان الهايت اتصمم ب 600، والدبس عشان الشير لو الشير موجود ب 630. المهم ده كان الشير فورس دياجرام، وده التورشن فورس دياجرام، التورشن مومنت دياجرام انا اسف. اكبر مومنت هنا ب 30 زي ما حسبنا من شويه، واكبر شير هنا ب 340. الصح والدقة ان انت تجيب الكريتيكال سيكشن وتبدأ تشتغل عليه، سواء في التورشن او سواء في الشير. يعني ساعات بدي لك على طول كيو التيميت اللي تشتغل بيها وخلاص، وساعات لا يعني ساعات المفروض تقعد تعمل الشغل اللي بتاع ده. انت امتى في السايت، امتى في الموقع، في المكتب بتاعي ابدا احسب الكيو كريتيكال؟ انا بصراحه لما بلاقي ان انا هحط كانت زياده، او هلاقي نفسي بدل ما بستخدم فاي 8 اروح استخدم فاي 10 لان الشير هنا عالي، بدور على ان انا اقلل الشير شويه عن طريق الكريتيكال سيكشن واطلع الكلام بتاعتي اقل شويه. او لو الشير ستريس بقى عالي قوي ابدا احاول اقلل فيه عن طريق الكريتيكال سيكشن. المهم طلع لي كيو التيميت بتساوي الشير ستريس كريتيكال اللي هو كيو التيميت مقسوم على البي في الدي، وبعد كده ابدا اشوف على مسافه بتساوي البي على 2 زائد الدي على 2، طلع لي كيو كريتيكال 1.98. والمومنت بتاع التورشن 32 بضربه في 10 اس 6 على الاي نود على تي اي، طلع لي الشير ستريس 1.493. اخدت بالك ده طبعا اكتر من الالاوبل، وده طبعا اكتر من كيو سي يو اللي هو 0.68،
وبالتالي انا محتاج احط تسليح للشير والستيرابس كمان مع بعض. بس محتاجين برضو نشيك ان Q ultimate square plus Q torsion square under the square root ما يكونش اكتر من 0.7 the square root of FCU، فطلع 2.48 وده 2.99. اوكي، يبقى السكشن مش محتاج اغير ابعاده، لكن لازم احط تسليح للاثنين. طب الاريا فاي على التورشن بيساوي ام تورشن في 10 6 على 2 اي نود في الاف فيلد ستيراب طلع 1.15 طلع ب 0.615. طب بتاع الشير كيو ستيرابس اللي هي كيو التيميت او كيو كريتيكال ناقص كيو سي يو كراكد اللي هو 0.12 ذا سكوير روت اوف اف سي يو على جاما سي. بجيب كيو ستيراب طلعت 1.465 هضربها في العرض على 2 الاف في 315. مش لازم تحفظها، بس يعني وات ايفر اللي حافظها يبقى افضل، يعني انما تحل اكتر هتلاقي ان الموضوع اسهل. المهم طلع لي 1.053 هجمع الاتنين على بعض يطلع لي الكانات اللي انا محتاجها التوتال، وده مينلي للكانه الخارجيه. المهم طلع لي المجموع 1.67، فهفرض الاريا فاي ب فاي 10 اللي هو الاريا بتاعته 79، اقسم 79 على 1.67 طلع لي 47.3. قليل جدا، اقل من 75 لا. بفرض فاي 12 113 على 1.67 طلع لي السبيسنج 67 برضو لا. اريا فاي لو حديد فاي 12 16 اسف ب 201 على 1.67 طلع لي 120، هقرب لاقل 125 مللي يطلع 100 ملم. تخيل كده ان في الحديد الكانات في البتاع دي هتبقى يوز هو كان مش فاكر العرض كام، وليكن العرض كان مكتوب هنا 300 ايوه، فده اقل من 400 يبقى 2 برانشز. هنقول used closed syrups 2 branches في 16 كل 100 ملم. ده رقم كبير جدا. انا كنت بصمم كوبري من حوالي اسبوعين، رفضت ان انا اعمل structure system معين بسبب ان هيبقى فيه تورشن كبير جدا على الكاميرا، هيتطلب ان انا احط الكنات بتاعتي في 16 كل 150 ملم، لان ده رقم كبير جدا وتورشن عالي جدا. المهم لسه عايزين اللونجيتودينال رينفورسمنت، ده هيستخدم الرقم ده مش هيستخدم الرقم التوتال، هيستخدم بتاع التورشن. تمام. فالاريا فاي تورشن في البي اتش اللي هو المحيط مضروب في نسبة تصغير الاو اف فيلد على اف فيلد ستيرابس على اف فيلد طلعت لي ب 591. اروح قايل 0.4 في جذر الاف سي على جاما سي على الاف ييلد على 1.15 في الاريا كونكريت ناقص الرقم ده طلع لي 296. ناخد الاكبر. طب انا عندي الارتفاع كان مش فاكر 600 مللي ناقص 50 اللي هو الكفر من فوق ومن تحت على 300 زائد 1 طلع لي 2.8 يبقى 3 صفوف. اقسم الاريا فاي على 3 يبقى هنا الحديد اللي فوق ده هيزيد ب 197، الحديد تحت هيزيد ب 197، وده هيبقى 197 اقسم على 113 اللي هو في 12 يطلع لي 2 في 12. وبكده انا ابقى خلصت. بكده يبقى انا خلصت حاجة من اصعب التوبكس اللي بتتعرض ليها في الخرسانة المسلحة، واديتك كذا اكزامبل، فاتمنى ان انت تكون فهمت كويس ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، اتمنى لكم التوفيق. دكتور محمد دياب، شكرا.